ازاي الحال؟ يا رب تكونوا بألف خير. كلنا عارفين إن الأرقام زيها زي الحروف أساس في أي لغة، ومن غيرها مش هنعرف نقول عمرنا أو سعر أي حاجة بنشتريها أو حتى الساعة كام دلوقتي. والنهاردة هنتعلم أهم وأسهل جزء وهم الأرقام من 0 ل10، وهننطقهم صح وهنستخدمهم في جمل بسيطة عشان يثبتوا في دماغك. يلا بينا من غير ما نضيع وقت، هات قلمك وورقتك وركز معايا كويس. هنبدأ من رقم 0، ورقم 0 بالإنجليزي زيرو. زيرو، زي زيرو. ركز معايا في صوت الزي، صوته شبه الزن النحلة. وخلي بالك في الكلام العامي في الشارع مش بيتقال زيرو أصلا، بل بيتقال مكانه أو اللي هو حرف الأو. والموضوع ده له خلفية ثقافية ممكن نبقى نتناقش عنها في حلقة بعد. اللي بعده سهل جدا وهو رقم 1. 1 1 O-N-E O-N-E 1. بس احنا في الأغلب في الإنجليزي لو بنتكلم عن حاجة مفرد واحدة بنستخدم A أو N، وهنبقى نشرحهم في حلقة منفصلة قدام إن شاء الله. اللي بعد كده رقم 2، يعني 2. 2 T-W-O T-W-O 2. سهل مش كده؟ بعد كده رقم 3. 3 3 T-H-R-E-E T-H-R-E-E. وركز في نطق الثاء هنا، بنطلع لساننا وبيعمل نفس صوت حرف الث في العربي. ولو انت مصري زي حالاتي يا ريت تتعب نفسك شوية وتطلع لسانك. رقم 4 هو 4. 4 F-O-U-R 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 4. رقم 5 5. 5 F-I-V-E F-I-V-E. وركز بنقول 5 مش 5، صوت ال V بيعمل اهتزاز. رقم 6 6 6 S-I-X S-I-X 6. و7 7 7 S-E-V-E-N S-E-V-E-N. ورقم 8 8 8 E-I-G-H-T. وخلي بالك الجي اتش هنا صامتة مش بتتنطق. و9 9 9 N-I-N-E N-I-N-E. 10 10 10 T-E-N T-E-N. وده آخر رقم معانا النهاردة. تعال نراجع الأرقام بسرعة قبل ما نكمل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده عرفنا الأرقام الأساسية إزاي بتتنطق وإزاي بتتكتب. ودلوقتي يجي الجزء الأهم، وهو إن إحنا نحطهم جوه جملة عشان نعرف إزاي هنستخدمهم في الحياة اليومية. لو عايز أقول مثلا أنا عندي 8 سنين، تفتكر هقولها إزاي؟ جملة أنا عندي مع السن بتكون I am. يعني لو عايز أقول إن أنا عندي 8 سنين هقول I am 8 years old. I am 8 years old. طيب لو عايز أقول مثلا إن أنا عندي عربية، هنا مش هينفع أقول I am، لأن am معناها أكون. يعني لما قلت لك I am 8 years old كده معناها إن أنا أكون 8 سنين. لكن لو عايز بقى أتكلم عن حاجة أنا بمتلكها بقول I have. يبقى نقول بقى إزاي أنا عندي عربية. I have a car. I have a car. طيب وأنت برضو تقدر تقول I have one car. I have one car. يعني أنا عندي عربية واحدة. طيب لو عايز أقول بقى إن أختي عندها 4 كتب، استنى، اوعى تكون قلت my sister have. في حالة بقى المفرد هنا بجيب has بدل have. يبقى عشان أقول إن أختي عندها 4 كتب هتكون my sister has 4 books. My sister has 4 books. يعني أختي عندها 4 كتب. طيب لو عايز أقول لك إنهم عندهم 6 كلاب هتبقى إزاي؟
كلمة إنهم دي هستخدم لها الضمير they بمعنى هم، يعني هم. وزي ما قلنا من شوية have بتيجي مع الجمع، وthey ضمير جمع. يبقى عشان أقول إنهم عندهم 6 كلاب هتبقى they have 6 dogs. they have 6 dogs. طيب لو عايز أقول إن أنا عندي 5 أقلام جاف و4 أقلام رصاص هقولها إزاي؟ إحنا عرفنا من شوية إن أنا عشان أقول أنا عندي للحاجة اللي بمتلكها بنقول I have. طيب وحرف العطف ده في الإنجليزي بيكون an. يبقى عشان نقول إن أنا عندي 5 أقلام جاف و4 أقلام رصاص هتبقى I have 5 pens and 4 pencils. I have 5 pens and 4 pencils. وبس كده خلصنا درس النهارده اللي كان على الأرقام من 0 ل 10. عشان المعلومة تثبت كويس حاول كل يوم تبص على أرقام الساعات أو أي أرقام تشوفها وانطقهم بصوت عالي مسموع مش في سرك. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. Goodbye.